إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الشمس التي تطلع في كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها تحمل أعظم مشاهد الاعتبار، وطلوعها ثم غيابها إيذان بأن الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي إلى زوال وفناء وبوار. هلال الشهر يظهر صغيرا ثم ينمو حتى يكتمل، وليس بعد التمام إلا النقصان. هكذا عمر الإنسان، بل الحياة بأكملها. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يضر بالإنسان. هي الأمور كما شاهدها دول، من سره زمن ساءته أزمان. رحل العام ومضى وقضى مساقه وانقضى، فليت شعري ماذا أودعنا فيه، وماذا حفظ من أعمالنا فيه. إن المؤمن لا بد وأن يعتبر بما مر من أيام عمره من أعمال، وبمن طوى عليه ومر السنين وذهب الآجال. فبائع نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فمنا من باع نفسه لله وانتصر على شيطانه وهواه، ونال رضا الله وهداه، فاجتهد بأعماله ليفوز مع الفائزين وينجو مع الناجين، فصلى لربه وصام وتصدق بماله وابتعد عن الحرام، ووصل إلى الناس وواسى الفقراء والأيتام. ومنا من غلبه شيطانه واتبع هواه، وغرته نفسه وعمت مصائبه وبلواه، وما تذكر أن الله سيحاسبه على ما آتاه، فوقع في وحل المعاصي وفي لجج الآثام. ينبغي للمؤمن أيها المباركون أن يقف مع نفسه ويحاسبها محاسبة جادة قبل أن تحاسب، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. والمحاسبة أن يتصفح الإنسان في كل ليلة ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمود الأنظار وأتبعه بما شاكله وضاءه، وإن كان مذموما استدركه وانتهى عن عمل مثله. وللمحاسبة فوائد متعددة ومنافع متكاثرة، منها الاطلاع على عيوب النفس ومثالبها ونواقصها، فمن اطلع على عيب نفسه أنزلها منزلها وبادر في إصلاحها. ومنها أن يتعرف العبد على عظيم فضل
فضل الله عليه ومنته عندما يقارن عظيم فضل الله إلى عظيم التفريط والتقصير في جنب الله، فيكون معينا لنفسه على رفعها ويزكيها ويطهرها من كل عمل يهلكها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رحم الله عبدا قال لنفسه في كل ليلة: ألست صاحبة كذا وكذا، ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله وكان لها قائدا ومعينا. ومن الفوائد في محاسبة النفس أنها ترد إذا كان الخير يا رب نفسه وتنمي فيه شعور المسؤولية ووزن الأعمال بميزان دقيق وهو ميزان الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل الأمور على المكلف إكمال المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإنه يقول بذلك إلى الهلاك. وهذا حال أهل الغرور، يغمضون أعينهم عن العواقب ويتكلمون عن العفو. أيها الأحبة بالله، إذا كان أرباب الأعمال في الدنيا يجعلون المحاسبة والتدقيق والمراجعة من أهم أسباب نجاحهم وربحهم، فما بالنا لا نجعل ذلك من أهم أسباب ربح الآخرة؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فكلنا بحاجة إلى محاسبة النفس في الدنيا حتى ننظر ما قدمناه لغد. كان السلف رحمهم الله تعالى يحاسبون أنفسهم كثيرا، وضربوا لنا أروع أمثلة لمحاسبة النفس، ولو حاولنا استقصاء ذلك لطال بنا المقام، وذلك لأنهم كانوا يربطون قلوبهم بخالقها، وكانت أجسادهم في الأرض وقلوبهم في السماء، فلجموا أنفسهم عن التقصير وعاتبوها وإن وقعت في اليسير. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما في حالة يكلم نفسه قائلا: يا عمر أمير المؤمنين، بخ والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك الله. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى قد كبر سنه فلاموه على الصوم لأنه يضعفه، فقال: إني أعده لسفر طويل. وكان يقول لنفسه: لما صنعت كذا يوم كذا، ثم يؤلمها بأنواع الألم. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وقال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإن تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإن سكت فاذكر علم الله فيك. ها نحن قد ودعنا عامنا، وعام في عمرنا مضى، ورحل بلا عودة وفني بلا بقاء. فما أسرع ما مضى وانقضى، وما أعظم ما جمع وحوى. فكم من حبيب فيه فارقنا، وكم من سيئات فيه قد افترحنا، وكم من عزيز أضحى ذليلا، وكم من غني أضحى فقيرا، وكم من سليم أضحى سقيما، وكم من حوادث عظام وبلايا جسام مرت بنا، ولكن أين المعتبرون؟ أين المستبصرون؟ إنا لنفرح بالأيام الآجال نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. إن الأيام والليالي خزائن الأعمال، ومراحل الأعمار تبلي الجديد وتقرب البعيد. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمالنا تطوى وهن رواحل تسير ترحل من الدنيا بساكن
انظر أيها الحبيب المبارك في صحائف أيامك وأعمالك، ماذا ادخرت فيها لآخرتك؟ واجعل بينك وبين الله خبيئة، واخلو بنفسك وخاطبها. ماذا تكلم اللسان؟ وماذا بطشت اليد؟ وأين مشت القدم؟ وماذا سمعت الأذن؟ فلنحاسب أنفسنا على الفرائض، ولنحاسب أنفسنا على الحياة، ولنحاسب أنفسنا في أوقات الغفلات. قال أبو الدرداء رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يسأل المدينة في مرة فقال: سأل من هذا؟ فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: هذا أنت، يعني أن الجميع إلى هذا المصير سيصير. فماذا فعلنا وماذا استعدينا لهذا اليوم؟ ولما سئل أبو حازم كيف القدوم على الله تعالى فقال: أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله، وأما العاصي فكقدوم العبد الآبق على سيده. قلت: ما سمعتم؟ إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا قولي هذا أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتفرد بالملك والخلق والتدبير، يعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير، له الحكم وله الأمر وهو العليم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والسالكين طريقهم والمقتفين آثارهم إلى اليوم العسير. أما بعد، عباد الله، إن الليل والنهار مطيتان يباعدانك من الدنيا ويقربانك من الآخرة، وطوبى لعبد انتفع بعمره. وسبحان الله تعالى تتجدد الأعوام، فنقول إن أمامنا عام جديد نراه طويلا ولكن سرعان ما ينقضي. فطوبى لمن انتفع بعمره فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة النفس على ما مضى، وتاب إلى الله عز وجل، وعزم على أن لا يضيع ساعات عمره إلا فيما يقربه من الله ويرضيه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لاهجا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، الله تعالى قد مسبحا بقدسه، وثلث بكم أنتم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، فقال عز من قائل علما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خص بالإخوان الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذا النورين، وعلي أبا السبطين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهاتنا وأمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الإلحاد والملحدين، وأذل اليهود والنصارى أجمعين، وأذل الشيعة والشيوعيين، ودمر
اشكره على سوابغ نعمه وآلائه